لا ما حدش ولا حد يقدر يجيبوه خالص. انا بقول الناس بس عايز اقول حاجه، احيانا انت ممكن وكابتن سيد يمكن يحضرنا في دي، انت ممكن تتكلم على لعيب ان هو ما يعملش حاجه مثلا يعني او مش مؤثر، يقول لك لا ده انا اكتر واحد كسبان بطولات. يعني تيجي تقول مثلا حسام عاشور في الاهلي سي مثلا، لا مين؟ هل حسام عاشور تاثيره في الاهلي كان زي ابو تريكه؟ لا مش زي ابو تريكه، بس حسام كسب بطولات اكتر من ابو تريكه مثلا. هل معناه ان حسام ده هفهم منه حاجه تاني؟ لا 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 اقصد تلمح لايه؟ لا ما اقصدش. قال لك ايه يا بليل؟ ما اقصدش انه والله يقصد. لا 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 اصل الكابتن حسن شحاته او كابتن فؤاد جعفر او كابتن حسن خطيب او في ناس كده، دي حتى ابو تريكه يعني، في ناس كده دي بتبقى علامات في ده عادي، ده لا يعيب. انما لما نيجي نتكلم على الدفاع ممكن نقول كابتن بشير التابع موجود من ضمن الناس اللي لكن ما تمشيش تقليد، ما توقعش دينا ببعض بالظبط كده. انا في رمضان بس انت قلت كده صحيح. لا انا بقول البطولات بتتحسب انت جايب كام بطوله. انت مثلا قال لك في لعيبه ما بتبقاش مؤثره في عدد البطولات. لا انا كنت مؤثر يا مثلا انا كنت مؤثر. انا اللي قلت رد على الاستاذ شبان، هو اللي قال. الاستاذ شبان قال لك قوموا اضربوا بعض، يلا زي الفيلم بتاع فريد شاه، اضربوا بعض بالكراسي، يلا ودخل راجل بتاع جمبري اضربوا بعض بالكراسي. مين يا كابتن اللي كان عنده دعم اكتر؟ حضرتك عارف دايما تجربه المدرب المصري بتبقى صعبه. مين في بداياته كان عنده دعم اكتر، حسام البدري ولا حسام حسن؟ لا حسام البدري ما كانش عنده دعم خالص يا سيف، وانت تعلم ذلك يعني. يعني انا مش عاوز اخوض في الموضوع ده لانك انت تعلم ان انا ما كانش عندي دعم خالص. بالعكس يعني انا تم برضه تكليفي بشكل رسمي، لكن الدعم ما كانش موجود خالص من اي حد كان موجود في اتحاد الكوره. ما كانش فيه دعم لحسام البدري خالص يعني. ومع ذلك ايه الفرق يا كابتن؟ اما ذلك يعني بعد اذنك هكمل. ومع ذلك لحد ما انا تركت منتخب مصر انا كنت محقق كل اهدافي بشكل ايجابي. يعني تاهلت لبطوله الامم الافريقيه، تصفيات كاس العالم كسبت مباراه وتعادلت مباراه، ولو كنت كملت كنت باكد كان هيبقى في تاهل لكاس العالم، لكن ما كانش في دعم. وبالتالي دي كانت افكار ووجهات نظر واجندات موجوده مش عاوز اخوض فيها تاني. لكن انا اعتقد كنت اتمنى ان انا اكمل بشكل يتيح لي حتى حكم الناس عليا بشكل نهائي، لان انا كنت ناجح زي ما بقول لك. كل الاهداف اللي انا توليتها حققتها. يا راجل الحنا بقى رحت بيراميدز لميت الليله وفي العراق وبتاع، سيب حسام، ما تبصش لحسام حسن في اللقمه، خليه يكملها لا يصور.